السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كلنا بنحبها وبنشتريها بمبلغ وقدره، وبنجيبها كده من الناس اللي بيبيعوا الحاجات والحلويات دي برضو بمبلغ وقدره. بس هي طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وهي اختراع لسه جديد، وكل مدى بنكتشف حاجة جديدة بس بنلاقيها طعمها حلو فبنعملها ونجربها. لقيتها سهلة جدا وتعمليها في بيتك ومكونات سهلة جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة القشطوطة. ايه القشطوطة دي؟ دي عبارة عن كيك مسقي باللبن وعليه طبقة كريم شانتيه وعليه طبقة كراميل. سهل جدا جدا وطريقته في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم ان طعمه كمان تحفة جدا جدا جدا، وما بياخدش معانا اي مجهود، او ما بياخدش معانا كمان اي وقت. يعني لو جالك ضيوف، جالك اي حاجة، على طول هتروحي عاملاه، ما بياخدش اي حاجة وطعمه حلو قوي قوي قوي. وبجد مش هتبطلي تعمليه لولادك. كمان السكر بتاعه حلو قوي، وهتعمليه بنظافة وبأقل سعر. بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا الطبقات تحفة ازاي وشكلها في منتهى الجمال. بصوا طريقة التشكيلة من فوق انت بتغيريها براحتك، عايزاها كراميل تمام، عايزاها مانجا، فراولة، عايزاها اي صوص بتحبيه بتعمليه. طيب عملناها ازاي القشطوطة التحفة دي؟ تعالوا نشوف المكونات وانا عملتها ازاي. بصوا مكوناتها سهلة جدا. اول حاجة هنعمل اول طبقة عندنا وهي طبقة الكيك. طبقة كيك عادية جدا جدا، تقريبا انا عملت لكم كذا مرة الكيكة هتلاقوها هنا. هنحط 4 بيضات وهنحط سنة صغيرة كده من الفانيليا بتاعتنا. زي ما قلت لكم هي عبارة عن 3 طبقات. 3 طبقات، والتلاتة اسهل من بعض واحلى من بعض، وطريقتهم يعني متداولة، يعني ما فيهاش حاجة صعبة خالص. طيب ال4 بيضات، وانا معايا المضرب. طيب ما عنديش مضرب ما فيش مشكلة، ممكن الخلاط عادي جدا. طيب لو ما عنديش خلاط برضو ما فيش مشكلة، ممكن المضرب العادي الويسك بتقلبي بيه، بس بياخد وقت شوية. طيب هنضرب حاجة حاجة زي ما احنا متفقين. في اي كيك عندنا بنضرب مكون مكون وبنضربه كويس لغاية ما يتجانس ويختلط، وبعدين نحط المكون التاني. طيب مكوناتنا ايه في اول طبقة يا نونا؟ اول طبقة حطينا 4 بيضات درجة حرارة الغرفة، وزي ما قلت لكم هنعمل كيك عادية جدا جدا. طيب ال4 بيضات حطينا طبعا عليها سنة من الفانيليا، بعدين حطينا كوباية من السكر وهنضربها كويس قوي. طيب انا ما كترتش سكر ليه؟ لاني انا لسه هزقيها بلبن برضو في سكر، لسه كمان هزقيها هحط عليها كريم شانتيه مسكر والكراميل نفسه مسكر، فالموضوع هيبقى زاعق قوي. فطبعا السكر ده بيبقى على حسب الرغبة، فالافضل ان احنا ما نزودش سكر كتير، هي كوبايه واحده كفايه. طيب هنحط ايه كمان؟ هحط نص كوبايه من الزيت. عايز تحطي زيت تمام، عايزه تحطي معلقتين كبار من السمنه كمان تمام برضو. عايزه تحطي نص كوبايه زيت على السمن برضو مفيش اي مشكله. زي ما قلت لكم كل حاجه انا بضربها بزودها بضرب تاني علشان المكونات كلها تتجانس وتطلع لي كيك هش وطرية جدا 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 من جوه. كده احنا حطينا المكونات على بعض: بيض، فانيليا، سكر، وكمان اخر حاجة حطيت الزيت. طيب خلاص كده انا حطيت كل المكونات السايلة. هنا هحط ايه؟ انا هحط معايا باكو من البيكنج باودر او كيك شيف او زي ما بتحبي، على كوبايتين من الدقيق. لاحظوا ان انا بعاير بنفس الكوباية كل المكونات. كده احنا لسه بنعمل الطبقة الاولانية. طيب انا حطيت البيكنج باودر وحطيت الدقيق على بعضه، كوبايتين من الدقيق. خلاص كده انا هشيل المضرب الكهربائي بتاعي، وبالمضرب اليدوي العادي جدا انا هضرب الدقيق بتاعي مع المكونات. هتحسوا ان الكيك تقيلة شوية، مش هو ده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا انتوا فاكرين الكيك بتاعت الحليب الساخن دي افضل كيك بتعملوا بيها القشطوطة، لانها بتبقى هشة جدا وطرية جدا 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 من جوه. فكل اللي انا هعمله ان انا هغلي كوباية من الحليب الساخن. بصوا زي ما انتوا شايفين كده قوامها تقيل جدا. لا دي كوباية من الحليب الساخن انا غليتها، وهزودها زي ما هي كده على الكيك. هضرب فيها كويس
يتجانس لغاية ما كله يتجانس. طبعا انا بداية من الاول خالص مفروض ان انا مشغلة الفرن بتاعي علشان يسخن، علشان احط فيه الكيك بتاعي. خلاص كده انا ضربت كل المكونات مع بعض. زي ما قلت لكم دي هتطلع الكيك بتاعي هش جدا جدا. طريقة كيكة الحليب الساخن، ما تخافوش وما تقلقوش، مش هتعمل اي حاجة والكيك مش هيبوظ ولا اي حاجة. خلاص كده انا خلصت الكيك بتاعي، ودي اول طبقة في القشطوطة. انا معايا بقى صينية مناسبة، والافضل اني انا اجيبها صينية كبيرة، يعني الصينية دي اكبر صينية في الطقم بتاعي المربع. ليه؟ لاني انا مش عايزة كيك يكون عالي، انا عايزاه كيك طبقة صغيرة، لان هحط فوقيها كريم شانتيه، هحط فوقيها كراميل. فانا مش عايزة الكيك يكون عالي قوي، لا انا عايزاه كيك يكون طبقة صغيرة علشان الطبقات تبقى قريبة من بعضها. طبعا مسخنة الفرن، هدخل فيها الكيك بتاعي وهسيبها تلت ساعة، وبعد كده هوطي النار وهخليها ربع ساعة. دي الكيك بتاعي. على بال ما الكيك بتاعي يتعمل انا هنعمل مع بعض الكراميل. الكراميل بيتعمل ازاي؟ انا عندي كده اي حاجة يفضل انها تكون الومنيوم علشان تقدري تشوفي فيها الكراميل. انا حطيت كوباية من السكر، ومش هعمل اي حاجة غير لما السكر بتاعي يبتدي يتكرمل من حوالين داير كده علشان ما يسكرش معايا ولا يخرز. صوص الكراميل انا عملته على القناة هنا، وعملته في كذا وصفة، لكن هتدوروا في القناة هتلاقوا، لو حابين هحطه لكم في صندوق الوصف علشان تدخلوا تشوفوه. ده كده صوص الكراميل. الكوباية بتاعت الكراميل مجرد ما السكر كله يختفي واحس ان هي خلاص بقى صوص خفيف جدا جدا، احاول اوطي شوية واعلي شوية علشان الصوص ما يتحرقش، السكر بتاعي ما يتحرقش، هيبتدي ان هو يمرر معايا. خلاص زي ما انتوا شايفين هقلب لغاية السكر بتاعي كده ما يدوب خالص، واحس ان هو خلاص بقى ما فيهوش اي تكتلات. زي ما انتوا شايفين كده انا هقلب فيه، وخلي بالكم لانه بيلسع، على ساعته وحشة جدا جدا جدا، فنخلي بالنا من الموضوع ده قوي. خلاص كده انا قلبت فيه لغاية ما اتأكدت ان السكر بتاعي كله داب. ما تستعجلوش عليه وتحطوا على طول تخلصوه، هتبصوا هتلاقوه خرز منكم، لا لازم السكر كله يدوب معاكم. في ناس بتحب القشطوطه بالكراميل، في ناس بتحب القشطوطه بالمانجا. زي ما قلت لكم لو عندكم مانجا بتحطوا مانجا، تقطعوا مانجا من فوق على الكريم شانتيه، زي ما تحبوا، الحاجات دي بتبقى اذواق. طيب انا مجرد هنا ما الصوص بتاعي الكراميل بتاعت كراميل خالص، انا حطيت نص كوبايه ميه فقط لا غير علشان افك معايا الكراميل بتاعي او السكر، وكمان علشان ما يتحرقش معايا الكراميل ما بينه. خلي بالكم عشان ممكن يتحرق معاكم ويمر. خلاص كده اول ما غلى غلوه انا معايا كوبايه من اللبن، حاطه فيها معلقه كبيره من النشا، وهقلب تقليبه كده لغايه ما يربط مع بعض. وهو ده صوص الكراميل اللي انا هحطه معاكم على القشطوطه. زي ما قلت لكم مش حابين الكراميل ممكن تعملوه باي حاجه تاني، مش شرط كراميل، ممكن حليب مكثف، ممكن زبدة اللوتس، ممكن تعملوه بمانجا، ممكن تحطوا فراولة، ممكن تحطوا زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا شايفين كده هتغلي معايا لغاية ما توصلي بالقوام ده، وطبعا لسه سخن، ولما تبرد كمان هتتقل. خلاص كده صوص الكراميل بتاعي جاهز. طيب انا خلصت كده الكيك بتاعي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله هشة جدا وطرية جدا جدا. انا هخرمها كده بالشوكة معايا علشان هبتدي ازقيها باللبن وتبقى طرية جدا. مهمة جدا جدا خطوة اللبن دي علشان تاكلوها تحس ان انتوا بتاكلوا حاجة طرية كده بتدوب في البق دوب يعني. معايا كوباية كبيرة من اللبن، هحط فيها معلقة واحدة بس من السكر، انا مش عايزة سكر كتير برضو لان لسه فيه كريم شانتيه ولسه فيه كمان كراميل. عايزاكم لو وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. الناس اللي اول مره تشترك عندي او اول مره تشوف القناه يا ريت تدعموني بلايك واشتراك علشان استفاد وانتوا كمان تستفادوا، واقدم لكم وصفات وافيدكم، وقلبوا تقليبه كده في القناه وان شاء الله تعجبكم. واكتبوا لي في الكومنتات انتم من انهي بلد، وده طبعا بيبسطني جدا جدا جدا.
طبعا هنا الطبقه التانية دي طبقه كريم شانتيه. طبعا انا ما عملتش الكريم شانتيه لان انا عملت معاكم الكريم شانتيه كتير جدا، وكمان علشان الفيديو ما يطولش معاكم. والكريم شانتيه اساسا سهل جدا، عباره عن كوبايه كريم شانتيه، معايا كوبايه نص كوبايه سكر، ومعايا كوبايه ونص من الميه، وهضربهم ضرب كويس قوي قوي. ممكن كمان احط لو عندي باستري كريم، بحط ربع كوبايه باستري كريم كده، وهحط كده الكريم شانتيه وهوزعه في الصينيه زي ما انتوا عارفين، طبقه كويسه كده من الكريم شانتيه علشان تتشرب مع الكيك وتديني طعم حلو وطعم جميل. خلاص كده. طبعا انتوا ممكن تحطوه في كيس، ممكن تحطوه على طول كده وتبتدوا ان انتوا تطلعوه بالمعلقه، مفيش اي مشكله. انا عندي هنا السكرابر بتاعي وهساوي بيه الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين. هنساوي الكريم شانتيه بالسكرابر علشان نقدر ان احنا نحط عليه الكراميل بتاعنا او المانجا. او انا بالفعل عندي مانجا وطلعت المانجا والله عشان اعملها بالمانجا، بس غيرت رايي على اخر لحظه ورحت عاملاها بالكريم كراميل او بالكراميل، لان انا بحبه جدا الكراميل. فمره تانية ان شاء الله هعملها لكم بالمانجا. وهتلاقوا هنا في القناه عندي كذا نوع من الحلويات، عندي كنافه بالمانجا وعندي كنافه بالفراوله. ادخلوا كده القناه وان شاء الله تعجبكم. طيب انا كده سويت الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بصوا ادي كده الصوص بتاع الكراميل بتاعي خلاص برد. في خطوه مهمه جدا جدا بقى المفروض تعملوها، انا ما عملتهاش، هي انكم تحطوا الكريم شانتيه وتدخلوها الفريزر بس نص ساعه علشان يجمد معايا الكريم شانتيه، واقدر اصب عليه الصوص بتاعي واقدر افرده براحتي. انا حطيت الكريم شانتيه وحطيت على طول الصوص، فما اتفردش معايا احسن حاجه. يعني كان عايز الكريم شانتيه يجمد شويه علشان اقدر افرد معايا الصوص، بس ما فيش مشكله. احنا فردنا برضو الصوص، حاولنا ان احنا نعمل الصوص ونفرده على قد ما نقدر. ده كده باقي كريم شانتيه كده زودته شويه صغيرين جدا من الميه عشان اقدر اعمل بيه الزجزاج اللي هو الشكل المتداول بتاع القشطوطه، اللي هو بيبقى رايح وجاي والكلام ده كله. ده بيفرق جدا جدا في الشكل، بيبقى شكله حلو قوي، وده الشكل المعتاد على القشطوطه. عايزه اقول لكم ان القشطوطه دي طعمها بجد طلع تحفه جدا، ولو رحتوا اي مطعم هتاكلوها بمبلغ وقدره. بصوا احنا عملنا الصينيه دي كلها بحاجه سهله جدا 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 وبسيطه جدا جدا، والمحلات بصراحه بتفاجئنا بشويه حاجات احنا ممكن نكون مش عارفينها، بس بعد كده بنعملها وبنعملها لاولادنا بتطلع احلى من المحلات بمراحل. مش عايزاكم تكسلوا، مش عايزاكم ان انتوا تكبروا دماغكم وتتجهوا للمحلات، لا اعملوا الحاجات في بيتكم. في كل حاجه موجوده عندي في البيت، هي اللي انا ما جبتش اي حاجه من بره، كلها موجوده في البيت. وعملنا صينيه كبيره تشرفنا في العزومات، لو عندنا عزومات، لو عندنا اي مناسبه، لو حتى هدينا بيها حد، حلوه قوي وطعمها في منتهى الجمال. كمان ولادكم هتاكل منها لما تشبع، مش هتاكل بقى حته صغنونه كده ومش هتكفيهم، لا هتاكلوا وهتنبسطوا، ولو عندكم ضيوف برضو هينبسطوا جدا جدا بيها، وما بتاخدش اي وقت. طبعا بتقطعوها بالشكل اللي يناسبكم. عايزه اقول لكم كمان ان ممكن القشطوطه دي كمان تتعمل في بولات صغيره او في اطباق صغيره، وتتقطع الكيكات دي مربعات او مدورات او حاجات زي كده، وتتعمل في بولات صغننه. ممكن تبقى مشروع كمان ان انت ممكن تعمليها وتبيعي منها، لان طعمها بجد بجد تحفه جدا جدا، وشكلها برضو تحفه جدا جدا. فما تقلقوش خالص منها، وطريقه عملها سهله ومكوناتها كلها من البيت، ما فيهاش اي افتكاسات ومش غالية خالص. بصوا بتطلع ازاي، شكلها في منتهى الجمال. دي كانت القشطوطة بتاعتنا، وكانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، وكان عن القشطوطة، وعملتها لكم بأبسط طريقة، وعملتها لكم بأبسط مكونات كمان علشان تعملوها لولادكم وتدلعوا نفسكم. ويا رب تكون القشطوطة عجبتكم والقناة عجبتكم، وياريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.